هلا وغلا. النهارده كان خطبة الجمعة بصراحة ما شاء الله من الخطب الجميلة جدا، اللي كان كل الناس قاعدة في حالة تركيز شديد وفي حالة إنصات شديد، وكما لو كان كل واحد بيرجع الكلام اللي بيتقال على نفسه وعلى حياته كده. النهارده كان خطبة الجمعة عن الحياة الزوجية والمشاكل الزوجية، ومعنى المودة والرحمة في كل بيت اللي لازم يترسخ عندنا، لأن هو حل كل المشاكل اللي ممكن تقابلنا في حياتنا. الخطبة كانت بتركز على نصايح للزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل الزوجة، وإزاي إن ممكن المشكلات تمر، وإزاي إن في الأوقات العصيبة كمان اللي إحنا عايشينها دلوقتي، من ضوائق مادية، من مشكلات حياتية، من وجود التزامات ممكن تتجاوز إمكانيات الأسر وخلافه، إن إحنا ممكن إن الأمور بتبقى شوية فيها عصبية في التعامل، فيها. فإزاي إن إحنا ممكن ندرب نفسنا على التغافل، وازاي ان احنا ممكن ندرب نفسنا على تجاوز الامور العصبيه، وازاي ان احنا ممكن ندرب نفسنا على ان احنا نبقى ردود افعالنا هينه ولينه وبسيطه مع عصبيه الطرف الاخر. طبعا كان التركيز مش من مبدأ طبعا ان احنا رجال وقاعدين وبنسمع الخطبه، ما هو في برضه مصلى نساء وقاعدين، يعني حاجات كويسه جدا بتقال في حق النساء. بس تم الكلام على ان هو طبعا طبيعه الست ليها وضعيه معينه في ان هي ما بتاخدش الامور وتوزنها بالشكل اللي الراجل بيوزنها بيه. ان هي طبعا بعض التغيرات الهرمونيه وخلافه بتاثر على ردود الافعال، بتاثر على ال 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 الانفعالات، بتاثر على بعض الامور اللي هو واجبا على الزوج في وقتها ان هو يهدي الريتم، يهدى، يتغافل، يتجاوز، يقدر ان هو ازاي يعالج الامور ويتجاوزها. وطبعا الخطيب اللي في المسجد طبعا بارك الله فيه ادى امثله كتير بحاجات كانت من السيره النبويه. الرسول عليه الصلاه والسلام مع زوجاته، والرسول عليه الصلاه والسلام مع مشكلات ما بين مثلا بنته زي السيده فاطمه رضي الله عنها وسيدنا علي رضي الله عنه. في نقطتين مهمين جدا جدا اتقالوا في بعد ملخص الخطبة والنصائح وخلافه. نقطتين مهمين وخطيرين جدا 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 اتقالوا في النهاية. النقطة الأولانية اللي هي التخبيب. يعني إيه التخبيب؟ التخبيب يعني إثارة المشكلات اللي بتبقى بين الزوجين وتنشيطها والتسخين، يعني بالمعنى الدارج اللي احنا بنقوله. ان هو انا مثلا يبقى بيني وبين زوجتي مشكله، اروح لاخويا لاختي لحد مقرب مني كده كده، بحكي له المشكله وبحكي له ردود الافعال وخلافه. لا ازاي هي تعمل معاك كده، لا ما كانش المفروض كده. وبرضه في المقابل زوجة لو في بينها وبين زوجها مشكلة، تروح تحكي لحد من اخواتها، تروح تحكي لحد من صديقاتها، برضو يتم إشعال النار زيادة بدل من تهدئة الأمور وبدل من الوصول بالمشكلة للحد الأدنى اللي بيه تنطفئ. طبعا التخبيب أنا من وجهة نظري إن هو أولا أداة من أدوات الشيطان، لأن الشيطان تعهد لربنا سبحانه وتعالى إن هو هيفسد ما بين الزوجين في الحياة، وده كلام سبحانك يا رب يعني ذكر في القرآن. فبالتالي احنا معانا الخطة الإبليسية، اوكي، لتعقيد الحياة الزوجية. ف... فده بالتالي ان احنا طالما احنا عارفين كده، احنا ليه بنقع في كده؟ يعني طالما احنا عارفين ان دي خطط من الشيطان، احنا ليه بنقع في كده؟ الحاجة التانية في التخبيب ان المشكلة اللي بين الزوج والزوجة لما بتخرج بره هذا الاطار المقفول وتتجاوز كده لاطراف اخرى، صدقوني مش هتتحل، او هتتحل بصعوبة. انما حلها فعلا في بقائها جوه المكان ده، حلها فعلا في ان هي ما تباتش لتاني يوم. ومش هنرجع بقى نقول اوكي عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعني الزوجة التي تبات وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى الصباح. ما هو برضه في المقابل نفس الشيء. الزوج اللي بيبات وزوجته عامل معاها مشكلة بلا داعي، وساب المشكلة دي تبات معاه لتاني يوم، وهو عارف ان بكرة ولا بعده ولا بعد يومين ثلاثة أربعة أسبوع هيصالح مراته والأمور هترجع لمجاريها زي ما بنقول. طب ما ترجعها لمجاريها في اللحظة دي. ليه تسيب الأمور تكبر، وتسيب الأمور تاخد وقت، وتسيب الأمور
تتجاوز الحدود، وتسيب الامور ان هو ممكن يخش فيها اطراف تانية بلا اي داعي. دخول اطراف تانية سبب كبير جدا في اثارة المشكلة، وان هي تكبر، وكل واحد هيرمي وجهة نظره، واللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار زي ما بنقول. الناس اللي عايشة جوه الموقف هم اللي يقدروا يحكموا بيه، وهم العشرة والمودة والرحمة اللي ما بينهم هي اللي هتحل المشكلة بلا أي جدال. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الزواج والحياة الزوجية والبيت بأن هو سكن، وأن الأساس بتاعه المودة والرحمة، اللي هم أكبر بكتير قوي من الحب. صدقوني، يعني مش معنى لغوي أكتر من أن هو معنى نفسي. المودة والرحمة أكبر بكتير جدا 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 من الحب. ال الشيء اللي فيه الود والشيء اللي فيه الرحمة جواه الحب، انما مش الحب هو اللي هيبقى جواه الموده والرحمه. فنخلي بالنا من الامور اللي زي دي. النقطه الثانيه المهمه قوي، ان هي الموقف شرعي وحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ان هي الزوجه التي تطلب الطلاق دون بأس. مفيش موقف جسيم كبير قوي جدا يقطع حبل هذه الحياه الزوجيه المتينه او المتين. اوكي، وبالتالي الزوجه بتطلب الطلاق لأي سبب دون بأس. مفيش بأس، مفيش موقف عظيم يستدعي أن الزوجة تطلب الطلاق. موقفها سيء جدا 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 من الله سبحانه وتعالى. والحديث أوكي ما معناه بيقول ليس منا، وليس منا دي أمر صعب أوي يعني. فالفكرة مسألة طلب الطلاق عشان أمور هايفة، طلب الطلاق عشان أمور سهل قوي إن هي تعالج، وتلاقي الأمور بعد كده بتتجاوز والمسألة بتتحل والحياة بتمشي. فبالتالي لما أرجع لورا الخطوتين دول، طب أنا إيه اللي خلاني أطلب الطلاق؟ إيه اللي خلاني عاوز إن أنا أنهي الحياة؟ سواء في أطفال مفيش أطفال، في النهاية خالص حياة قامت واتكونت بعهد من الله سبحانه وتعالى وعلى سنة الله ورسوله. ده اللي احنا بنقوله واحنا بنعقد القران. يبقى ازاي انا اما اجي اعقد القران واعقد علاقه زوجيه ما بين واحد وواحده على سنه الله ورسوله، لما تحصل مشكله ما ارجعهاش لله ورسوله واحلها كده بالبلدي ويلا نتطلق ومش هنكمل ليه؟ ليه؟ لا، امر صعب قوي، امر صعب قوي. الناس اللي بتحرض على كده ناس صعبه جدا، وموقفها هيبقى صعب قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي بتقعد تسخن في الستات، لازم يكون لك كيانك، ولازم يكون لك شخصيتك، ولازم يكون لك استقلاليتك، ولازم يكون لك مش عارف ايه. يا ستي ماشي، استقلاليتك وكيانك ومستقبلك وحياتك والى اخره فوق الراس، ومحدش هينكره عليكي. بس في الاخر خالص، في الاخر خالص، بيتك السكن اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالسكن اللي لازم يكون فيه المودة والرحمة هو الأساس، بدون التعارض مع تحقيق شخصيتك وتحقيق مكانتك وتحقيق نجاحك إلى آخره. ولكن البيت، الزوج، الأولاد، الحفاظ على كل ده بما يرضي الله، وتربية الأولاد بما يرضي الله، وقيام الحياة الزوجية بما يرضي الله، زي ما قلنا واحنا بنمضي على سنة الله ورسوله، تبقى كل المسار لحد يوم القيامة على سنة الله ورسوله. يا رب، يا رب حياتنا كلنا وبيوتنا كلنا تتملى بالمودة والرحمة والخير والرخاء والسعادة، وربنا يصرف عنا الشيطان ويصرف عنا شياطين الإنس اللي غاويين التخبيب، يبقى حياتهم جميلة وحلوة وهادية، وجايين يعملوا مشاكل ما بين واحد ومراته، أو حياتهم فيها مشكلات وعايزين الناس التانية يبقى عندهم نفس ذات المشكلات. ربنا يهدينا للقول الصح وللفعل الصح، ويهدي أنفسنا ويصرف عنا الشياطين، ويكرمنا في أولادنا. صدقوني الحياة المنضبطة الهادية اللي حتى اللي طبعا ما فيش حياة بدون مشكلات، اللي بنعرف ازاي نتجاوز فيها عن مشكلاتنا، اوكي، ده بنلاقي نتيجتها في أولادنا. ربنا يبارك في أولادنا جميعا وينبتهم كلهم نباتا حسنا، ويبارك فيكم ويكرمكم، جمعة طيبة وأيام مباركة، ورب إن شاء الله بإذن الله الجاي بإذن الله هيبقى أفضل. ونقطة أخيرة، من أحلى المواقف اللي حصلت النهاردة وأكثرها ترقيقا للقلب، في نهاية الصلاة أو بعد الصلاة، إمام المسجد صلى بينا صلاة غائب على كل من فقد
في أحداث المغرب وأحداث ليبيا، سواء من فقد بالوفاة أو من فقد بالفقد واللي لسه لحد دلوقتي مش لاقيينه، مع الدعاء التام لهم بالرحمة، وإن ربنا يكتبهم من الشهداء، والدعاء لذويهم بالصبر والسلوان، والدعاء للمصابين إن شاء الله بإذن الله ربنا يخفف ألمهم ويشفيهم ويعافيهم ويخلف عليهم فيما أصابهم. ودايما دايما دايما نلقاكم على خير، ودمتم دايما بخير ودمتم سالمين.